السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عودناكم قبل ما نبدأ الفيديو نذكر الله ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا اخواتي في كل مكان. النهاردة ان شاء الله احنا برضو بنتكلم في سلسلة الأعشاب بنتكلم في سلسلة الأعشاب. رمضان، أول حاجة رمضان كريم عليكم يا رب، ويعود عليكم الأيام بخير وعلى الناس كلها والأمة الإسلامية يا رب. النهاردة جبت لكم حاجة، يعني بسم الله ما شاء الله، حاجة علاج نهائي لإسهالات الحمام والسلمونيلا، وأقوى علاج طبيعي للإسهالات بتاع الحمام. يعني حاجة بسم الله ما شاء الله، هي عشبة برضه، يعني هي برضه تبع الأعشاب، حاجة ما شاء الله. كل اللي يتفرج على الفيديو، كل اخواتي في كل مكان يشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس ولايك عشان الفيديو يوصل لكل واحد. يعني كل اخواتي وكل حبايبي يعملوا لايك للفيديو، كل اللي يشوف الفيديو يعمل لايك. لو عندك حمام تعبان كسلان، ويعني كسلان وبيسهل، الزرع بتاعه ابيض او شفاف سليم، ما بيقدرش يقف على رجليه، لازم يعني تتفرج على الفيديو دوت. لو انت عندك الحمام بتاعك كسلان، عنده هزل، الزرع بتاعه ابيض وشفاف، ما بيقدرش يقف على رجليه، تلاقي رقبته كده في وسط جسمه، فان شاء الله هتتفرج على الفيديو دوت وهيفيدك بامر الله. لو عندك السغاليل بتموت او بتبقى ضعيفة، يبقى في غلط، يعني في حاجة غلط عندك في الانتاج. يعني الانتاج مثلا انتاج ضعيف، البيض فيه مشاكل، عندك غلط في الزرع، يبقى ايه؟ لازم نشوف الحمام. يعني اول حاجه هنتكلم عنها ان شاء الله السالمونيلا. يعني اهم حاجه هنتكلم عليها والاضرار بتاعتها وجات منين. يعني اهم حاجه برضه نتكلم عنها النظافه عند الحمام. بص، لازم لسه منضف اهوت وهطهر، يعني لسه ما حطيتش الكلفه اهوت، وبغسل المساء والسقيات وكل حاجه، وهطهر، اعمل محلول وارش بالبخاخه وطهر عشان دخلت الصيف. النظافه، واهم حاجه تغير الميه تكون ايه؟ نظيفه، وما يكونش فيها بينزل، تبعدها عن الزرع بتاع الحمام ما يتبرص فيها، تبقى بعيدة عن الوساخة، السقاية بتاع المية. الحمام كده ايه؟ فيه مرض، او الاكل يكون متلوث، او المية ما بتتغيرش، يبقى فيه ايه؟ هي الحاجات دي اللي بتجيب لك الامراض. يعني يا اما الاكل الكلفة بتاعتك مش كويسة، مش متوازية، يا اما فيها رطوبة، يا اما المية انت بتغيرش المية. سليم. تاني حاجة، يكون انت شاري مثلا ايه؟ حمام لسه جايبه جديد من بره. يعني انت جايب حمام جديد، شاري حمام، عايز تكبر المشروع بتاعك، فلازم تكون المصدر اللي انت بتجيب منه موثوق منه، يكون الحمام حلو وصحته حلوة، ما يكونش فيه اي اضرار. يعني المصدر بتاعه يكون موثوق منه، او انت اللي انت بتجيب منه، الراجل اللي انت بتتعامل معاه يكون انت عارفه. الحمام اللي هيديهولك ما يكونش فيه اي حاجة، حمام حلو صحته حلوة، ما يكونش فيه اي مرض، والحمام يعني ايه؟ بيبان قدامك. لو انت هتجيب من السوق، يبقى اكيد بيبقى حامل فيه مرض. يا اما برضو لو انت عندك خبرة تنقي كويس، ما تجيبش اي حاجة من السوق. انت لو جبت حاجة من السوق ودخلتها عندك في الغية بتاعتك، بتنقل على طول، بتنقل من الحمام التعبان للسليم على طول. يبقى لو انت جايب حمام من السوق وشاري من السوق، خلي بالك هيكون في مرض، وكتير لازم تكون واخد بالك، ولازم تعرف ازاي ان الحمام مريض. بيكون قدامك على طول، يعني بيكون واقف كاشش كسلان، بتلاقيه واقف في وسط الحمام كده واخد جنب، لازم بيبان قدامك، تبقى واخد بالك من الحمام انت بتشتريه، بيبقى حاجة بسم الله ما شاء الله قدامك اهي. عشان ايه؟ لو انت جبت حاجة جديدة ما تبوظش الحمام اللي عندك ويتعب.
تاني يعني تالت حاجة هتلاقي مثلا ايه، مش عارف يمشي. آه، بتلاقي الجناح بتاعه واقع كده ساقط منه الريش، مش حلو، مش متلاقيهوش بيلمع سليم. يبقى في علاج كتير بسبب مش هتجيب يعني علاج من بره برضه، احنا هنجيب حاجة من عندنا ومش هتكلفنا اي حاجة. مش هنكلفنا اي حاجة، هي عشبة برضه من عند العطار، عشبة يعني هي حاجة بسيطة لعلاج الاسهالات. بتعالج الاسهال اللي عند الحمام على طول، ما شاء الله ما فيش 3 4 ايام بتلاقي الاسهال دي مشي خالص. العشبة ديت اللي هنجيبها من عند العطار ان شاء الله هي الكزبرة. الكزبرة دي بتقضي على الاسهالات والسالمونيلا، يعني بتقطع الاسهال اللي عند الحمام على طول. يعني الكزبرة دي هي يعني مية مية للاسهالات. يعني بسم الله ما شاء الله هي حاجة حلوة ومفيدة للحمام، وبتخلي الزرع بتاع الحمام متماسك. يعني هي كلها فوائد، يعني هي فوائد هي يعني عشبة الكزبرة ديت بتنشط الكبد عند الحمام. يعني الكزبرة دي بتنشط الكبد عند الحمام، وفيها أملاح معدنية، يعني فيها أملاح معدنية، وفيها يعني يعني بتخلي الحمام، وبتسهل الأكل بالهضم، يعني بتسهل الأكل عند الحمام، وبتنشط الكبد، بترفع المناعة جامد. بسم الله ما شاء الله. يعني رفع مناعة عند الحمام، وبتعالج أمراض كتير الطيور. يعني فيها فيتامين ألف وب ودال وسين. بتعملها ازاي الجرعة؟ احنا هنعملها مع بعض دلوقتي. يعني الجرعة هتعملها ازاي؟ هنجيب مقدار كوبايتين شاي على البوتاجاز، هتحطهم على النار أو في حلة أو براد عندك، هتحط عليهم معلقة كزبرة، وتسيبها تغلي شوية لمدة 5 دقايق وتكون متغطية سليم، وتسيبها تبرد. أنا عملتها اهيت سليم، وهعملها قدامكم دلوقتي وهنحطها في السقاية، هنحطها للحمام. يعني ديت فيها فيتامين، وبتمنع الإسهالات، وبتنشط الكبد، وبتسهل هضم الأكل عند الطيور كلها عموما، يعني مش عند الحمام بس، عند الطيور برضو، يعني الطيور عموما، الحمام والطيور. تعالى نعملها مع بعض اوريها لكم. اهيت الكزبرة اهيت، انا كنت غليها وسايبها تبرد، غليتها على النار، هنحطها في السقاية ونزودها مية. قبل ما تعملوا اي حاجة تسموا الله، كل اي حاجة تيجي تعملوها تسموا الله بسم الله، وتصلوا على سيدنا النبي، بتزيد بركة. هذه الكزبرة وكنت مصفيها، وهنزودها مية نضيفة. حاجة بسم الله ما شاء الله. تعال نحطها مع بعض. احنا حطينا الكزبرة اهيت الحمام انا كنت معطش. بسم الله ما شاء الله، عشان متعودين عليه. انا كل شغلي بالاعشاب وكل حاجه بالاعشاب دي، احنا كل حاجه احنا شغالين واحده واحده في سلسله الاعشاب. حطينا 2 معلقتين شاي صغيرين، يا اما معلقه من الكبيره، على كوبايتين ميه على النار، وتسيبهم يغلوا وتكون مغطيها. هي مفيدة حلوة جدا والله الكزبرة دهيت. وانا كل حاجة انا بعملها قبل ما بعمل الفيديو، الحاجة دي بعملها عندي انا، بكون انا شغال بيها. كل حاجة بالاعشاب. الكزبرة دي مفيدة جدا، بتعالج الاسهالات، وبتنشط الكبد للحمام، وبتسهل الهضم عند الحمام، وفيها فيتامينات كتير واملاح معدنية. ان شاء الله هتجيب نتيجة. لو حد عنده حمام عنده اسهالات، الزرع بتاعه ابيض، الحمام كسلان، دي حاجة ان شاء الله هتلاقيها مية مية. يعني بمسافة 3 ايام بامر الله هتنهي كل اي حاجة عندك في الطير اللي عندك. ما تنسونوش كل اخواتي اللي بيتفرج على الفيديو يعمل لايك ويشترك في القناة. كل اخواتي وحبايبي في كل مكان يشتركوا لي ويشجعوني في القناة، وكل يوم هنقدم لكم جديد بامر الله. بسم الله ما شاء الله. في حمام دي دخلت لسه مطلعه، وادي جوزها اهوت، وهنا اهوت. هنا بسم الله ما شاء الله. الزغاليل بتطلع 15 يوم، وباخدها انا اكلها، اكل انا بالزغطه يدوي.
عشان الجوز يشتغل على طول، مفيش اسبوع ويشتغل. متنسونوش كل اخواتي يشجعوني ويشتركوا في القناة ولايك. واخر نهاية الفيديو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.